السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي الكبساوي الجميل، وأهلا بيك في كلامنا عن دوري الكبسة أو الدوري السعودي سابقا. وتاني بكرر، الموضوع هنا بنتناوله بشكل كوميدي مع كل الاحترام لكل الأندية السعودية والجماهير السعودية وللدوري السعودي اللي أنا بحبه وبتفرج عليه بشكل شخصي. خلينا نتجاوز النقطة دي ونخش بسرعة على طول. زي ما احنا شايفين اللي بيحصل في الدوري السعودي، وكأنك فتحت مغارة علي بابا ودخلت، وبدل ما تلاقي ذهب وياقوت ومرجان وتقول أحمدك يا رب، نقول له قول له انت يا سمسم له ده ولد دي فلوس وجواهر. ايوه والمزيات كمان. ده لازم كنز. ايوه كنز كبير قوي. طب يا ولد يا ولد، لقيت لعيبه، لقيت روبرتو فيرمينيو، لقيت مندي للاهلي، لقيت بروزوفيتش وقبليه كريستيانو رونالدو للنصر، لقيت روبن نيفيز وكوليبالي للهلال، لقيت الاتحاد بيخلص في جوتا وقبليه كريم بنزيما وكانتي واسماء كبيره غير الاسماء الكتير اللي مطروحه. الناس بتتكلم في محمد صلاح، في رياض محرز، في برناردو سيلفا، في سافيتش، في نيمار، في محمد عبد المنعم. لا لحظه، انا اسف محمد عبد المنعم ده خط احمر. انسوا محمد عبد المنعم. جمهور الاتحاد محمد عبد المنعم لعيب وحش، لعيب اناني، لعيب مستهتر متهور، بياخد انذارات كتير، بيعمل فاولات كتير وبيعمل ضربات جزاء. لعيب وحش جدا، محدش يتكلم عليه. محمد عبد المنعم لعيب وحش، فخلينا ننساه. خلينا نرجع نكمل الكلام. فزي ما قلنا لعيبه كتير جت ولاعيبه كتير مهمه، والصياح في اوروبا واصل لقمه مستواه، اللي هم ما استفادوش بحاجه. شايفين الناس بتتكلم ازاي عن افساد كره القدم العظيم، على اساس ان تجربه مانشستر سيتي مثلا كانوا بيبيعوا سبح قدام النادي، او باريس سان جيرمان. خلينا برضو نتجاوز كلام الناس المحروقه دي. وطالما الواحد كلامه مسموع كده والناس راحوا جابوا مدربين، اول ما انا قلت يعني على موضوع المدربين بيني وبينكم يعني، خلينا نتكلم على موضوع تاني مهم، احتياجات الفرق. هل الصفقات الكبيرة اللي دخلت او اللي هتخش على الفرق دي كافية؟ وهل هي دي فعلا احتياجات الفرق بس؟ فلو هنبدأ كلامنا بنادي الهلال ونشوف التشكيلة بتاعته ونشوف الإضافات اللي حصلت وإيه النواقص اللي المفروض الهلال يشتغل عليها. فلو رحنا لمركز حراسة المرمى، أعتقد المعيوف موجود ومعاه العويس، فما أعتقدش المركز ده محتاج تدعيم في نادي الهلال. في مركز قلب الدفاع البليهي موجود ودخول كوليبالي معاه، اعتقد برضو المركز ده اتقفل بشكل كبير. الناحيه اليمين سعود عبد الحميد مغطي المكان، فبرضو ما اعتقدش ان هتبقى فيه مشكله. المشكله هتبقى دايما في الظهير الايسر، في ياسر الشهراني اللي ما لعبش كتير السنه اللي فاتت بسبب الاصابات. فاعتقد ان المكان ده هيبقى محتاج تدعيم وتدعيم بشكل كويس في مركز الظهير الايسر. ولو هنتكلم عن مركز نص الملعب في الهلال، فاضافه روبن نيفيز بدل كويلار اضافه قويه جدا في مركز 6. لعيب متطور، لعيب بيعرف ينزل يستلم كره من تحت، يطلع كره بشكل كويس، لعيب بيعرف يربط بين الخطوط بشكل مميز، لعيب بيسدد كويس، بيلعب فاولات. روبن نيفيز ما شاء الله لعيب مستواه عالي جدا ومستواه مميز جدا في المكان ده. بس المشكله هتبقى في مركز 8 او الاثنين اللي هيلعبوا جنب روبن نيفيز. يا ترى كاريو مكمل في نفس مكانه وهيلعب ثالث في نص الملعب، او الراجل اللي بيلعب ب 4-2-3-1؟ فهيبقى الهلال محتاج لعيب رقم 8 مميز جنب روبن نيفيز، واعتقد ده اللي بيحاول يعمله الهلال، ان هو يجيب برناردو سيلفا او حد في المكان ده. نخش بقى في الجزء اللي قدام، وشوفنا سالم الفتره اللي فاتت الاداء عنده مش احسن حاجه، ولا هتعتمد على ميشيل في الجناح اليمين. الناحيه الثانيه موسى ماريجا مكمل او لا؟ محتاج ان انت يبقى عندك جناح قوي في الحته دي. المهاجم طبعا الهلال محتاج مهاجم، وانا مش عارف ليه هم مش بيتحركوا في الحته دي بشكل كبير. فدلوقتي قلنا احتياجات الهلال جناح شمال، مهاجم، وحد في مركز 8 وظهير ايسر. فدي احتياجات الهلال من وجهة نظري بشكل كبير. لو هنتكلم على الاتحاد، فالاتحاد برضو زي ما قلنا على الهلال، حراسة المرمى عنده جروهي، الراجل عامل اداءات مميزة، من احسن حراس المرمى في الدوري. الجبهة اليمين قلب الدفاع عندهم شراحيلي. اصابه احمد حجازي عملت ازمه كبيره في الاتحاد. الراجل كان شايل بشكل كبير، كان قائد مش مجرد لعيب. فدلوقتي هم بيدوروا على بديل في الحته دي. وزي ما قلنا الكلام على رومان سايس، والكلام على واحد تاني مش عايزين نقول اسمه عشان خاطر ما نلفتش نظرهم بشكل كبير.
مضل العليان الراجل كان بيلعب في الهلال، عامل موسم كويس، واعتقد ان هو مكمل في الظهير الايمن، واعتقد الاتحاد برضه هيبقى محتاج ظهير ايسر بشكل افضل من اللي موجود. نروح بقى الحته بتاعت نص الملعب. ضاف كانتي، لعيب قوي، لعيب كويس، لعيب مميز، لعيب هيبقى برضه تطور كبير لحتى وجود انريكي ووجود طارق حامد، تطور كبير عن الاثنين اللي موجودين. بس نفس الكلام، اعتقد الاتحاد لسه محتاج لعيب رقم 8 بشكل متطور اكتر شويه من الناس اللي موجوده. وخط الهجوم اعتقد في الاتحاد يعني تقريبا اقوى خط هجوم في الدوري. الناس عندهم رومارينيو، عندهم كورنادو، جايبين جوتا، وعندهم بنزيما، وحمد الله هيبقى احتياطي. فالموضوع خط الهجوم في الاتحاد خط هجوم ناري، اعتقد ان هو مش هيبقى فيه مشكله كتير. فالاتحاد بسرعه لو هنقول نواقصه، محتاج ظهير، محتاج مدافع، محتاج رقم 8. ودي برضو من وجهه نظري الحاجات اللي محتاجها نادي الاتحاد. ولو هنتكلم على نادي النصر بسرعه، بعد اصابه اوسبينا الطويله، اعتقد ان هم محتاجين حارس مرمى بشكل قوي جدا جدا جدا. وبرضه يا رب يبعدوا عن الشناوي، في حراس مرمى كتير قوي دوروا فيهم يعني. الظاهرين سلطان غنام وكونان، الاثنين من احسن الاظهره اللي موجوده في الدوري، الاثنين اقوياء جدا، الاثنين مميزين في الجانب الهجومي بشكل خاص يعني. حته قلب الدفاع في النصر اعتقد ان محتاجه اضافه. ايمن مش عارف، حاسس ان في مشكله في الحته دي، فاعتقد ان محتاجين اضافه في الحته بتاعه قلب الدفاع. نص الملعب مع اضافه بروزوفيتش والكلام على فونانا، الموضوع هيبقى مختلف جدا، هيبقى قوي جدا، خاصه ان هم عندهم لويس جوستافو كمان، الراجل من الاسماء القويه جدا. فنص الملعب في النصر هيبقى قوي جدا السنه الجايه مع الاضافات اللي حصلت. لو بصينا في الحته اللي قدام بقى، كريستيانو رونالدو موجود تمام في مركز المهاجم، ممكن يبقى في مهاجم تاني بديل عشان يريح كريستيانو بسبب عامل السن. وتاليسكا موجود، هيبقى محتاجين جناح تاني من ناحية الشمال إضافة للفريق. فلو بصينا تاني للاحتياجات سريعا لنادي النصر، جناح، حد في قلب الدفاع، وحارس مرمى. دي الاضافات اعتقد اللي محتاجها نادي النصر عشان خاطر يقدر ينافس بشكل قوي في الفتره اللي جايه. نادي الاهلي ما اعرفش بصراحه ايه اللي موجود فيه، بس الاهلي عمل تعاقدات زي مندي في حراسه المرمى، فيرمينيو صفقه قويه جدا جدا. فيرمينيو من اقوى المهاجمين اللي كانوا موجودين الفتره اللي فاتت على الساحه. في كلام عن رياض محرز، فبرضه نادي الاهلي عمل صفقات قويه. بس انا ما اعرفش بصراحه الاهلي شكله عامل ازاي، هيبقى شكله عامل ازاي السنه الجايه، لسه مش عارف. ده كان كلامي عن الشكل الفني واحتياجات كل فريق ايه في الدوري السعودي. لو عندك راي مخالف، او شايف ان فرقتك محتاجه حد تاني، او لو شايف ان في لعيب موجود في الفرقه عندك ممكن يشيل في المركز من المراكز اللي احنا قلنا ان فيها نواقص، قولوا لي في الكومنتات. بس كده، شكرا ليكم والسلام عليكم.